انا كاهلاوي عربي بشجع الهلال في كاس العالم للانديه، بس لما بشوف فيديوهاتك يا ايميليانو بكره الساعه اللي قررت اشجع فيها الهلال، لانك في كل فيديوهاتك بتحاول تقارن الهلال بالنادي الاهلي وبتحاول تقلل من النادي الاهلي والدوري المصري، ولو ما عملتش كده بتحط النادي الاهلي في جمله مفيده. كلنا عارفين انك كنت اهلاوي وكنت بتدافع عن النادي الاهلي، وبعد كده رحت شجعت نادي الهلال. من حقك تشجع الفريق اللي انت عايزه، ومن حقك تتكلم على فريقك زي ما انت عايز، بس مش من حقك انك تقلل من النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والدوري المصري. كلنا عارفين ان اي حد بيحاول يقارن نفسه بحد تاني بيبقى اقل منه، فبحاول يحط نفسه معاه في اي مقارنه، انما اللي طول عمره كبير عمره ما بيحط نفسه بمقارنه مع اي حد. اهو ده اللي بيعمله ايميليانو واللي زيه، بيحاولوا يقارنوا الهلال بالنادي الاهلي عشان يقللوا من النادي الاهلي، بس هم عارفين ان النادي الاهلي اكبر منهم ومن ناديهم. عذرة لاخواتي الهلاليه المحترمين على كلامي ده، بس اللي زي ايميليانو هو اللي هيكره الجمهورين في بعض. عمرك شفت اهلاوي طلع قارن النادي الاهلي بالهلال؟ طب عمرك شفت اهلاوي طلع قلل من نادي الهلال وجمهوره والدوري السعودي؟ ارد عليك انا واقول لك اكيد لا، لان كل مقدمي المحتوى الاهلاويه طول عمرهم رد فعل وبيدافعوا عن النادي الاهلي، وهم الحائط السد الاول لاي حد بيحاول يقلل من النادي الاهلي. فطول عمرنا رد فعل. هتطلع تتكلم عن النادي الاهلي وتحاول تقلل من النادي الاهلي، هتلاقي كل مقدمين المحتوى بيحطوا عليك وبيشلفطوك زي ما بنقول عندنا كمصريين. فاتمنى يا ايميليانو تتكلم على فريقك فقط لا غير، وما تحاولش تدخل النادي الاهلي في جمله مفيده علشان ما تزودش الكره بين الجمهورين. وفي الاخر هقول كلمه واحده، برضه هشجع الهلال عشان الجمهور الهلالي اللي بيحب النادي الاهلي وجمهوره. بس كده، يلا سلام.